مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وكويسين. أتمنى أن ينال مضمون الحلقة إعجابكم. وفي البداية أحب أنوه وأكد أن في حلقات الشهر من المشاهير إحنا بنعمل تحليل للشخصية اللي بنتكلم عليها من خلال حواراتها وتصريحاتها والأزمات اللي بتتعرض ليها، وكمان بنقول بيانات عامة عليها معروفة ما تكدبتش من صاحبها أصلا. وكمان من تحليل الشخصية دي بنعمل تسليط للضوء عليها وعلى فكرها وعلى وجهها الآخر اللي هو الوجه الحقيقي بدون توجيه أي إساءة أو نقد ليها. بنسيب القرار ليكوا علشان تحكموا على مدى مصداقية الشخصية دي معاكوا، انتوا اللي بتقولوا ولا لأ بعد عرض التحليل الخاص بشخصية الشهر. هدفنا فقط التوعية وعرض الوجه الآخر الخفي لشخصية الشهر اللي احنا بنتكلم عليها وبنعرضها بصورة مبسطة وحيادية. وكمان بنحب ننوه ان اي شخصية احنا بنتكلم عنها وبنعرضها احنا ملناش صلة بيها من قريب او من بعيد، احنا واقفين موقف حيادي. ويلا بينا نتعرف على الوجه الآخر لشخصية الشهر، الفنانة ريم البارودي. مين هي ريم البارودي؟ هي من مواليد أكتوبر سنة 78 القاهرة. اسمها ريهام مجدي مدحت البارودي، واتشهرت باسم ريم البارودي. هي خريجة كلية السياحة والفنادق، بدأت مشوارها الفني كفتاة إعلانات، وقدمت أول دور تمثيلي ليها في مسرحية دستور يا سيادنا سنة 95. بعد كده شاركت بدور صغير في فيلم امرأة هزت عرش مصر مع نادية الجندي وفاروق الفيشاوي. بعد كده قامت بعديد من الأدوار التمثيلية اللي هي شهرتها، ومن أشهرهم مسلسل حدايق الشيطان. وبعد كده عملت أفلام ومسلسلات كتير. بتعتبر الفنانة شمس البارودي اللي هي الفنانة المعتزلة دي ابنة عم أبو ريم البارودي، ده اللي بيربطها صلة قرابة بيها ومع الفنانة غادة عادل اللي بتعتبر ابنة شقيقة شمس البارودي. يعني غادة عادل دي ابنة أخو شمس البارودي، فهي عيلة فنية من الجهتين يعني. ريم البارودي أعلنت إنها اتجوزت مرة واحدة من المغني أحمد سعد، وحصل الطلاق ما بينهم في 2017. بعد كده بعد ما اتطلقت منه دخلت في مرحلة ارتباط واتخطبت لواحد، بس الجواز ما اكتملش، وهنقول ليه في حلقتنا ليه الجوازة ما اكتملتش. ريم البارودي كانت صديقة الزوجة الأولى لأحمد سعد، ولما أحمد سعد اتجوز يعني طلق مراته الأولانية اتجوز ريم البارودي. يعني ريم البارودي كانت صاحبة مراته. دي كده أهم المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها عن مين شخصية ريم البارودي. طب ايه هو الوجه الآخر لأهم محطات حياة ريم البارودي؟ ريم البارودي خدت حكم حبس مدته شهر اللي اتهمها بالسب والقذف للفنانة ميسرة، وده ما تمش تنفيذه نتيجة ان اول حاجة ميسرة رفضت الصلح الودي، وفضلت القضية 3 سنين في المحكمة، وفي الاخر حصلت البراءة. علشان كده هي ما اتحبستش يعني الشهر. أزمة ريم البارودي وأحمد سعد بتعتبر أكبر وأشهر الأزمات بحياة ريم البارودي، واللي كان ليها تأثير سلبي على المستوى الشخصي لريم. وريم نفسها أقرت بكده، وأقرت إنها ما اتجوزتوش في السر، وإن هي اتجوزته بعد ما طلق صاحبتها 3 طلقات. يعني إنها كده ما كانتش في علاقة ما بينها وبينه لما هو كان متجوز صاحبتها، لأن دي كانت أحد التهم اللي اتهمت بيها إنها خطفت جوز صاحبتها. وان هي بتقول انا ما اتجوزتوش غير لما طلق صاحبتي دي 3 طلقات، فهو طبيعي مش هيتجوز مراته تاني بعد ما يجيب المحلل. ورجعت سبب انفصالها عنه نتيجة جوازه من سمية الخشاب، واتهمت سمية الخشاب بانها خطفته منه. بس هي الجمهور يعني شاف كما تدين تدين. هي خطفت جوز صاحبتها واتجوزته، بغض النظر انها هي بتقول ان هي اتجوزته بعد ما طلعها 3 طلقات. وبعد ما اتجوزته جت سمية الخشاب خطفته منها، فكما تدين تدين. ولا انتوا شايفين ايه؟ اتهمت ريم البارودي احمد سعد بعد طلاقها منه ان هو السبب في فشل خطوبتها اللي احنا لسه متكلمين عليها. ليه؟ لان هو بعد ما طلقها بدأ يعني يرسل لها رسائل خاصة على تليفونها، وخطيبها شاف الرسائل دي، وكان نص الرسائل دي وحشتيني وحشتيني قوي بجد، ويعني كلام من المنطلق ده. ولما هي كانت ضيفة للإعلامية بسمة وهبي ورتها الرسائل، فكان تعليق بسمة وهبي عشان يعني بعد ما شافت الرسائل قالت لا تعليق. ولما خطيبها شاف الرسائل دي هو ما حبش انه يكمل الجوازة مع ريم، فهي بتحمل احمد سعد كمان فشل جوازتها التانية اللي لسه اصلا ما كانتش تمت.
صرحت ريم البارودي مع بسمة وهبة في شيخ الحارة بأنها تعرضت للضرب والإهانة على إيد جوزها السابق أحمد سعد. طب انت استحملتي ليه ده كله مع انه كله بقى عيوب؟ يعني هي عماله ما طلعتش فيه حاجه كويسه خالص، بالعلم ان هي كانت بتطلع بتقول انا بحبه وبعشقه وبعشق التراب اللي يعني بيمشي عليه. فيعني كان في سؤال غريب يعني بيفرض نفسه، بما انك هو ما قدرش حبك ليه ولا اهتمامك بيه ولا اي حاجه من اللي انت قلتيها وطلعتي قلتيها في برنامجك مع ريهام سعيد ومع بسمه وهبه، وبتقولي دلوقتي ان هو ضربك واهانك. طب استحملتي ليه؟ شوفوا بقى انتوا ايه القرار. انتشرت اخبار خلاف كبير جدا حصل ما بين ريم البارودي وريهام سعيد، اللي يعني كانت مع بداية ازمتها مع احمد سعد، كانت واقفة معاه جامد جدا وطلعتها في برنامج والجمهور اتعاطف معاه. طب ليه الأزمة ديت؟ 12 مقطع صوتي فويسز يعني لريم البارودي بتقول فيه بصوتها إنها بترفض دعم ريهام سعيد في مشكلة مرضى السمنة اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقة ريهام سعيد. يعني احنا كنا عاملين حلقة أصلا عن ريهام سعيد ومشاكلها والقضايا بتاعتها، فيا ريت ترجعوا تسمعوها عشان تبقوا عارفين بس يعني ريهام سعيد مشاكلها ايه، لأن كان في جزء منه مع ريم البارودي. نرجع تاني لريم البارودي. ريم البارودي بتقول أنا برفض دعم ريهام سعيدة في الفويز اللي اتسرب لها في مشكلة مرضى السمنة، مع ان ريهام سعيد فوجئت من التصريح دوت من الفويس دي، لانها وقفت معاها وقفه قويه جدا اثناء ازمتها مع احمد سعد زي ما احنا قايلين مع بعض، وطلعتها في برنامجها والجمهور اتعاطف معاها ويعني كان واخد موقف ضد احمد سعد. وختمت المقطع الصوتي بتاع ريم البارودي، يعني ريم البارودي خلصت الفويس بتاعها بجملة غريبة جدا واحنا وقفنا عندها لما سمعناها. قالت ايه نصا؟ ريم البارودي بتقول ده نصا في حق ريهام سعيد اللي وقفت معاها وجنبها وفي ظهرها عشان تعمل حملة ممنهجة ضد أحمد سعد لما اتطلقت منه علشان هي شافت ان هو خانها. قالت ايه بقى؟ قالت على ريهام سعيد نصا على لسانها خليها كده ربنا يعذبها أكتر وأكتر، اللهم لك الحمد أنا عندي ناس زي الفل حواليا. ده اللي قالته ريهام سعيد في فويس بصوتها في حق ريهام سعيد. تطورت الأزمة بينهم للمحاكم ومحاضر والموضوع في القضاء وكل منهم بيتهم الآخر، فيعني احنا مستنيين نشوف آخر الحوار ده ايه. بس عايزينكم تشاركونا في الكومنت، يا ترى حضراتكم شايفين ايه أسباب ان الصداقة والدعم اللي كان ما بين ريم البارودي وما بين ريهام سعيد اتحول لعداوة وغدر. وعشان نقدر نرسم صورة صحيحة للشخصية اللي بنعرض لكم نتيجة تحليل، يعني نتيجة اللي احنا بنشوفه ونقول تحليل صح، بنحلل لغة الجسد بتاعة ريم البارودي لما بنتكلم على أزمتها. وطبعا مش احنا اللي بنحلل، ده من المتخصصين، وده بيبقى جزء من شخصيتها في الطبيعة. يعني لغة جسدها لما بتتحلل ده بيوضح لنا الشخصية دي في الطبيعة ايه الوجه الحقيقي ليها. فمن البرامج اللي هي طلعت فيها المسؤولين والمتخصصين في تحليل لغة الجسد قالوا ايه؟ قالوا ان ريم البارودي امرأة تميل الى لفت الانتباه، يعني عايزة الناس تبقى على طول شايفاها وانها تظهر، وبتحمل مشاعر سلبية وبتتعامل بتكبر وتحقير للي قدامها لما بيدخل معاها في خلاف، بمعنى انها ما بتحترمش اللي قدامها ولا بتحترم الوجه الاخر، لا ده بتتعامل بتعالي وتكبر وبتحقره، يعني انت قول اللي انت عايزه ولا فارق معايا. يعني بتتجه الى ان هي الادعاء لما بتتريق يعني بتزنق، بتتعامل بسخرية وبتبقى باينة في نبرة صوتها، وإن هي بتبقى مستاءة كده في التعبير عن رأيها، انطباعات وشها وبقها وشفايفها، فبيبقى ازدراء كده، ويعني ايه اللي هو مش عاجبها وانت مين انت عشان تتكلم معايا بالطريقة ديت يعني. وخصوصا لما كمان بتتاخد رأيها في الزملاء اللي هي مش عندها يعني علاقات طيبة ما بينهم، مش مثلا تبقى واقفة موقف حيادي أو مثلا تقول إن أنا بطريقة شيك يعني أنا مش عايزة أو أرد، أو أنا الشخص ده أنا معرفوش، أو الشخص ده أنا يعني لا أكن له مشاعر طيبة، فأنا مش حابة أعلق. إن في كذا طريقة ووسيلة إن أنت ممكن تعبر بيها عن إن أنت مش عايز رأيك يعني في الشخص ده، من غير ما أنت تبقى مستاء وتعمل تعبيرات ببقك وشفايفك وعينك مش هتبقى ظريفة يعني.
كمان المتخصصين لما حللوا لغة جسدها لقوا ان هي ما عندهاش مصداقية في قول الحقيقة، يعني في علاقاتها وآرائها في الآخر، سواء علاقاتها لما اتكلمت في موضوع أحمد سعد أو آرائها في الزملاء اللي بيتعرض عليها صورهم. ما بتقولش الحقيقة، يعني ما بتقولش الصدق، عشان يعني ايه، ما بتقفش موقف حيادي، بتبقى بتتبع أهوائها، أو مثلا تيجي على حد حسب ما هي بقى ايه. يعني هي مثلا لو صاحبة حد والحد ده متخانق مع حد، تقف مع صاحبها ضد الشخصية التانية، بالعلم ان الشخصية التانية ما عملتهاش حاجة. نفس الحوار اللي عملته مع أحمد سعد، ما حاولتش بغض النظر هي ما شافتش هي عملت ايه ولا خطفته ازاي، هي طلعت بهدلته. يعني مش بتقول الحقيقة في حوار، بتحمل مشاعر التوتر بداخلها، وبتحب الهروب لما بتتسأل على علاقاتها الشخصية والتفكير في الجواز. بتحبش انها تتكلم في الموضوع دوت، وده طبعا احنا قلنا عليه في البداية خالص ان ازمتها مع احمد سعد اثرت على يعني الناحية الشخصية عندها. كمان حللوا المتخصصين لغة جسدها إنها بتحمل مشاعر الغيرة من نجاح الآخر. يعني هي مش بتبقى حابة الخير لحد، ماشي في غيرة في الشغل، بس ما ينفعش إن انتي لما يبقى في حد من الزملاء بيتعرض لك صور وبيقولك إيه رأيك في نجاحاته، فأنت لما بتسألي عليه يعني يبقى في غيرة واضحة قوي في تعبيرات وشك ونبرة صوتك والكلام اللي بيطلع من بقك. يعني في غيرة بتبقى في صالح الشخص إنها بتخليه يتقدم، وفي غيرة قاتلة اللي هي بتهد الشخص نفسه في أي نوع العلاقات عموما يعني. وختم المتخصصين تحليل لغة جسدها إن هي فيها نرجسية، وبتعشق دور الضحية، وإنها مبالغة في حب نفسها، وبترفض نقد الآخرين ليها. وإحنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن موضوع دور الضحية اللي دايما الواحد بيتقمصه، واللي بيبقى شخصية نرجسية. وبرضه علشان حضراتكم تبقوا عارفين يعني إيه نرجسية وإزاي بيعيش دور الضحية، ارجعوا للفيديو بتاع الشخصية النرجسية على قناتنا علشان تعرفوا الشخصية دي بتبقى ميولها ايه وبتتعامل ازاي. بكده هنكون خلصنا حلقتنا. هنسيب ليكم انتوا بقى القرار للحكم على الشخصية دي، ونتمنى ان حلقتنا تنال اعجابكم. وكل سنة وانتوا طيبين، سنة سعيدة على الجميع ان شاء الله، تكون سنة خير وصحة وبركة للكل، وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. وما تنسوش الاشتراك بقناتنا وصفحتنا على الفيسبوك، واللايك والشير وتفعيل الجرس. واشوفكم في الحلقة اللي جاية على خير مع ظاهرة جديدة، مع سنة جديدة. وإن شاء الله تبقى السنة اللي جاية ديت نقدم فيها حلقات أقوى من السنة اللي خلصت. وأنا بشكر كل اللي شاركونا يعني واشتركوا في القناة خلال السنة دي. احنا بنكبر بيكم، ومرسي جدا لاهتمامكم، وإن انتوا بتسمعونا وبتشاركونا سواء بالكومنت أو باللايك. إن شاء الله احنا كعيلة نكبر مع بعض مع السنة الجديدة. وهابي نيو يير 2023 تكون سنة خير للكل، واشوفكم على خير ان شاء الله.